مرحبا، كيفكن؟ يا رب تضلوا بخير. اليوم حساوي بسكويت التمر بطريقة كتير سهلة واقتصادية. المكونات أبدا مو كتيرة، طبعا متوفرة بكل بيت. بداية شفتوا انتو الوصفة كتير ناجحة، ويا ريت تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. بنبلش بالمقادير. عندي 2 كوب من الطحين الدقيق العادي، و5 جرامات من البيكنج باودر، نصف كوب سكر، وبنخلط المواد الجافة. هاي كل المواد الجافة اللي حطيناها. هلأ بنزود نصف كوب زيت مع ملعقة كبيرة من الخل ونصف كوب من المي الساخن يكون، وبنعجن العجينة. فيكن تحطوا فانيلا وفيكن تستغنوا عنها، لأنه هلأ الحشوة رح نساوي حشوة التمر وحنضيف عليها القرفة. والقرفة رح تعطيها كتير نكهة طيبة. هلا بقطع العجينة لقطع متساوي، وهاي الحشوة عنا 70 جرام من التمر المطحون مع ملعقة صغيرة قرفة وملعقتين زيت. بكور القطع بعملن يعني كرات بعد ما قسمتن أقسام متساوية بهذا الشكل. كمان بكور العجينة لكرات متساوية. بعد ما كورتن هلا حنرق العجينة. كل قطعة حنرقها، يعني نعملها هيك مثل كأنه عم تحشو الكبة أو شي هيك. نبلش نرقها ونحط الحشوة اللي دورناها من شوي، الكرات. طبعا لازم تكون كرات العجينة مع كرات التمر متساوية. نغلق الكرة. فيكن تستخدموا الزيت يعني إذا حسيتوا العجينة شوي عم تلزق. هلا بنتابع تكوير وحشي القطع. هلا بالنسبة للدقيق اللي موجودين الناس موجودين بألمانيا، انه هلا عرفتوا انه هذا الخبر اللي صار، انه عم يحطوا لنا بودرة الصراصير والديدان والحشرات بالمواد الغذائية، وكمان ضمنها الدقيق. فاحذروا وشوفوا الاسماء يعني. هلا منعود للفيديو. فيكن تعملوا هذا الشكل مثل ما شايفين. كورت وضغطت بايدي وعملت حزوز بالسكين بطريقة كتير سهلة. عن جد كتير هذا البسكويت سهل، وحطيتهم بالفرن. عن جد وصفة كتير كتير ناجحة، بنصحكم انكم تجربوها، ومفيدة للأطفال وكتير حبوها أولادي وعجبتهم. وصحتين لكل شي بجرب الوصفة، صحتين وهنا. ولا تنسوا تتابعوني وتعملوا اشتراك ولايك وشير للفيديو. شكرا على كل التعليقات. بتمنى اشوفكم بخير بالفيديو اللي جاي.